اهلا وسهلا فيكم متابعين، كل سنه طيبين. ربنا تقبل الصيام والقيام. الحمد لله. اليوم فين السنه اللي فاتتني صلاه العيد، كنت زعلان شديد. لكن المره دي من الساعه 4 انا كنت صاحي لحد الساعه 6، صليت الصبح ورجعت اخذت نوم اكثر من 4 ساعات، واخيرا مشيت اشتريت ده فطور من الصباح ما فاطر. وبعد كده هناخد الجوله جوله. طبعا نقول لك كورنيش النيل هو اشهر كورنيش. طبعا انت يعني على ممر الكورنيش تتمشى ممكن عادي ببلاش. في مراكب كمان، مراكب جماعيه تركب ممكن ب 30 40 جنيه الجماعيه، بتاخد بكم ممكن تلت ساعه كده لفه جوا الجوا. بس ما في زحمه كتير، يعني زحمه وسط، بس ممكن الزحمه بكره. فينا شايفين هنا دي حديقة بس، لكن تقريبا معظم الناس بيدخلوا العائلات، يعني ما أعرف فرد تخش ولا بتخش، بس ما شايف فيها فعاليات يعني. بس تخشوا وعائلتك تكونوا بس تاكلوا تشربوا. طبعا انت في العيد تمشي بس من غير ما تحدد لأي نزاهة. بس احنا كده حنمشي ممشى أهل مصر. طبعا برضو ممشى أهل مصر برضو جيد، يعني ممشى في العيد. جانا حارس الأمني قال ممنوع الوقوف في الرصيف. أنا سألته ممكن زنات، قلت تحت في ناس قاعدين عشان ما تقف فوق منهم كده. قال لا لا لا، ممكن حد يرمي نفسه. وفي حد بيرمي نفسه. شايفين هنا الكشك الخلفي ده الكشك تقطع فيها التذكرة 20 جنيه بس. فلاحظت هنا الأسعار والله غالية غلا. يعني انت لو حاولت تشتري مثلا كوباية قهوة والله نار هنا، أسعار الحين مش إلا وما بيسمحوا تخش بطعام. تخيل أعلى برج فوق مني، شايفين؟ ده برج مصر. تقريبا انت في الأخبار دائما بتشوفه أول حاجة، أشهر حاجة. الخط ده كله تقريبا اصحاب الكاميرات، لو انت شافوك بتصور بالموبايل بيسألوك بيقول لك عاوز تصور او تصور. كمان صورهم غالية برضه، يعني كمان جولة لحد نهاية الرصيف. ناخد جولة تانية كمان نمشي الصايد الثاني. فيها الجماعة ده ماشي، بس نقول لك تصور فيديو. كنت في كوبري النيل. من كوبري النيل مشينا ممشى أهل مصر، مشينا الزمالك، من الزمالك هسه جيت السادات. سوي لايك وانتظر البلوج الجاي.